اليوم غنعطيك قصه ملهمه. مولاها هو واحد الشاب بغى يثبت مقوله من قلب المعاناه يولد الابطال. غنبدا هذه القصه من هذه اللقطه اللي غتخليك كمغربي فرحان وفخور، وغادي تسول شكون هو هذا الشاب اللي خلى النشيد الوطني يتعزف بشموخ في دوره الالعاب البارالمبيه بطوكيو. هذه اللحظه المؤثره واللي كتمزج بين الدموع الفخر والفرحه. هذا الشاب الرائع هو البطل المغربي زكريا الدرهم. في لحظه تتويجه بالذهبيه وتحطيمه الرقم القياسي البارالمبي في رمي الجله، واللي قهر المستحيل وصنع المجد وورى للعالم شكون هما المغاربه، وبدعم كبير من الام ديالو. وما يخفاش علينا كاملين ان الام المغربيه تقدر تخلق منك معجزه ولو يوقف العالم كله ضدك. القصه بدات من العاصمه العلميه فاس، فين تزاد زكريا نهار 9 اكتوبر 1990. الولاده ديالو ما كانت سهله نهائيا، حيت غادي تزاد قبل من الوقت ديالو، يعني ولد 7 شهور. الام ديالو هي لاله رحمه العمراني، الاب هو احمد الدرهم. غيديروا المستحيل باش يعيش هاد الدري، حيت كان هو الابن الوحيد اللي عندهم، وجا من بعد الاخت ديالو اللي كتكبر منه ب7 سنين. ولكن الاقدار شاءت ان زكريا يتولد باعاقه، وتحديدا الشلل الدماغي، واللي خلاه يواجه الحياه بتحدي مضاعف. وبغيتو نصدمكم اكثر، زكريا عنده بكالوريا في العلوم الزراعيه، وزاد كمل حتى خدا الاجازه في الفيزياء. عنده دبلوم تقني متخصص في التجاره، وختمها بدبلوم في المعهد العالي للفندق. المنعرج الكبير في حياته غيبدا فاش نصحته الطبيبه ديال الام ديالو باش يدخل لعالم الرياضه كعلاج لحالته. الحاله الماديه ديال العائله كانت على قد الحال، ولكن هذه الام المغربيه الحره دارت المستحيل. لاله رحمه ما كانتش كتشوف في زكريا داك الطفل المعاق اللي خاصو الشفقه، كانت كتشوف فيه بطل عالمي غيهز الرايه وغيبكي العالم كامل بالنشيد الوطني. زكريا تصنف ضمن فئه الاف 33 واللي كتعني الشلل الدماغي، وهذه وحده من اصعب الفئات في منافسات العاب القوى. علاش؟ حيت الرياضي كيضطر انه يرمي الجله وهو جالس، وهذا الشيء كيعني باللي ما كيعتمدش على الدفعه ديال رجليه نهائيا، وكيطلب منه هذا الشيء قوه خياليه في الذراعين وعضلات البطن باش يقدر انه يدفع وزن ثقيل ابعد نقطه ممكنه. سيطر محليا ب 14 لقب كبطل المغرب و8 ديال كؤوس العرش، ودوليا جاب ذهبيات في ملتقيات الجائزه الكبرى في تونس ومراكش وباريس ودبي. والذروه ديال هذه الميداليات الذهبيه في العاب البارالمبيه طوكيو 2020 واللي غيحقق فيها رقم قياسي ديال 11.37 متر. وزاد على ذهبيه في بطولات العالم في فرنسا 2023، برونزيه في كوبي باليابان 2024، وبرونزيه اخرى في اولمبياد باريس 2024. وحتى فاش كانت المنافسه الشرسه في بطولات العالم بنيو ديلهي 2025 غيحتل المرتبه الرابعه. اليوم زكريا عنده اسره ووليدات الله يخليهم له. زكريا محتاج للتشجيع دابا اكثر من اي وقت، حيث ابتداء من 23 ابريل 2026 غادي يكون حاضر بقوه باش يشارك في الدوره الثامنه للملتقى الدولي للبارا العاب القوى، الجائزه الكبرى مولاي الحسن واللي غتنظم في الرباط. خاصنا نوقفوا معاه، نشجعوه ونبينوا ليه باللي المغاربه كاملين فخورين به وكيدعموه باش يزيد يكسب التاريخ. انا يونس قاسم، وهذه ستوري في دقيقه، وتهلا.